في قرية جميلة تسمى نينوى، أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه يونس عليه السلام إلى أهل هذه القرية. فبدأ النبي الكريم يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، والناس لا يطيعونه. فلما أدركه اليأس من هدايتهم خرج من القرية وتركهم لمصيرهم. لم يكن أمر الله قد صدر إلى يونس عليه السلام بأن يغادر القرية. اتجه يونس عليه السلام إلى شاطئ البحر وركب سفينة، وبعد يومين من إبحار السفينة تغير الجو فجأة وهبت عاصفة شديدة جعلت الموج يرفع السفينة ويهوي بها حتى أوشكت على الغرق. فقال قائد السفينة: لا بد أن نخفض من حمولة السفينة، ولا بد من التضحية بأحد منا، ولهذا سنجري قرعة على أسماء الركاب، فمن خرج اسمه بعد 3 مرات فسوف نلقيه في البحر. أمواج! السفينة ستغرق بنا! لا بد أن نخفف الحمولة حتى ننقذ السفينة من الغرق. نعم! لا بد أن نضحي بأحدنا ونلقيه في البحر لتخف حمولة السفينة فينجو الباقون من الموت. ومن هذا الذي سيلقي بنفسه في البحر؟ أنا أقتنع، ومن تجيء القرعة عليه يلقى به في الماء. القرعة 3 مرات، وفي كل مرة يخرج اسم يونس، ومن ثم ألقوه في البحر. لكن الله عز وجل أصدر أمره لحوت ضخم أن يبتلع النبي الكريم، وظل النبي الكريم داخل بطن الحوت حياً. وفي أثناء وجود نبي الله داخل بطن الحوت أخذ يستغفر ربه ويطلب عفوه، لأنه ترك قومه ولم يكمل إبلاغ رسالة الله إليهم، وأخذ يردد قوله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فتقبل الله توبة يونس، وأمر الحوت أن يصعد إلى سطح البحر ويضع يونس على الأرض، فخرج يونس عليه السلام من بطن الحوت جائعا ومريضا. فأمر الله النباتات أن تنمو لإطعام نبي الله وحمايته من حرارة الشمس. عاد نبي الله إلى قريته ودعا أهلها إلى الإيمان بالله الواحد، وتعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يحب أن يترك أحد عملا دون أن يكمله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين.